السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة وتوقعات جاية للحلقة 34 لمسلسل القدر. وبتبدأ حلقتنا مع المواجهة اللي كانت موجودة بين تالا وبين مدام نجوى، اللي بتتكلم معاها وبتقول لها إننا في النهاية هنكون إحنا الاتنين زي بعض. أنا هربي ابني مش ابني. صحيح هي نور اللي حامل فيه، لكن في النهاية هربيه زي ما انت ربيتي إياد بالظبط. وهنا نجوى بتعرف على طول إن سرها اتكشف. وهنا تالا بتطلب منها إن التصوير ده ما يطلعش لأي حد ولا حتى لزيد، وبتقولها إننا لازم نكون رفقات من دلوقتي وتكون مصلحتنا واحدة. زيد بيبعت طارق اللي بيكون قاعد معاه، ولما بيعرف من الرجالة بتاعته ان تيم وصل لبيت يوسف وكان عايز يموته، بيتصل بتيم اللي بيقوله فين، وبيقوله انا هنا، وبيقوله تعالى لعندي على طول. وزيد بيبدأ يتكلم معاه اللي بيقوله ابني انا حذرتك وقلت لك بلاش تدوس في الطريق ده. لكن تيم بيقول له خالي انت عايزني اعمل ازاي؟ البني ادم ده كان هيموتك. لكن زيد بيقول له وفي النهاية انا واقف قدامك وسليم اهو. لكن خلينا نقول لو كانت الرصاصة دي جت فيك انت، ما كانش زماننا كلنا عايشين وكان زماننا كلنا متنا دلوقتي وما كانش حد هيستحمل. علشان كده الامر مشي وقلت لك سيب يوسف عليا انا، ما تحاولش ان انت تقرب منه وهتوعدني ان ده هيحصل. وهنا على طول تيم بيوعد خاله وبيقول له تمام. زيد بيروح علشان يتكلم مع نور اللي بيقولها ان في موضوع مهم جدا، وده بعد ما فتح كلام مع طارق وبيقول له ان هو عايش في صراع ما بين قلبه وما بين عقله. وبيقول له ان انا لازم اتكلم مع نور النهارده، وبيقول له ده اخر قرار، وبيقول له ايوه. وبيقول له بالنسبه لتالا، لكن زيد بيقول له انا خلاص خدت قرار اننا ننفصل. نور بتسأله أستاذ زيد في إيه، وبيقول لها الكلام ده كان لازم يتفتح من زمان. لكن نور بتقول له إيه اللي حصل، وزيد بيقول لها هتعرفي كل حاجة النهاردة. وبتقول له إزاي، وبيقول لها هتعرفي كل حاجة زي ما قلت لك النهاردة بس مش دلوقتي. وهنا بتتدخل نجوى على طول علشان تنفذ الاتفاق اللي اتفقت مع تالا عليه. وبتنادي على نور وتبدأ تتكلم معاها اللي بتقول لها بنتي انت بتعملي ايه هنا مع زيد؟ نور بتقول لها استاذ زيد هو اللي بعت لي. لكن هنا على طول نجوى بتتكلم معاها وبتقول لها ما تنسيش ان زيد راجل متجوز، ووجودك معاه في مكان زي كده مقفول عليكوا انتوا الاتنين اعتقد ان دي حاجة مش كويسة، لا في حقك ولا في حقه. نور بتقول لها مدام نجوى انا حصل مني شيء. ونجوى بتقول لها لحد هنا وكفاية. احنا كان اتفقنا معاكي من البداية ان انتي هتبقي تحملي الطفل لحد ما تولدي، وبعد كده كل حاجة هتنتهي. لكن انا شايفة دلوقتي ان الامور اتغيرت تماما وبقيت تقربي من زيد، وده ممكن يخرب العلاقة ما بينه وما بين تالا. وما تنسيش ان تالا مرات زيد. لكن نور بتقولها مدام نجوى انا عمري ما فكرت في حاجة زي كده، وما ليش أي علاقة أبدا بأستاذ زيد ولا بمدام تالا. لكن نجوى بتقولها على العموم أنا حبيت أنبهك، وعلى فكرة بيت الجبل أعتقد إن هو مناسب جدا للقعدة فيه. اللي بتقولها يعني إيه، وبتقولها تخرجي من هنا دلوقتي تلم حاجتك انتي وأمك وأختك وتروحوا على هناك. لكن نور بتقولها على فكرة أستاذ زيد هو اللي طلب إننا نكون موجودين هنا. ونجوى بتقول لها بنتي كده افضل، وبتطلع نور على طول وبتبدأ تجهز الشنطة بتاعتها هي وهدى واختها دنا علشان ينزلوا على طول. وبتنادي على تيم نجوى وبتطلب منه ان هو يوديهم بيت الجبل ويدير باله عليهم كويس جدا. وتيم بيتصل بالرجالة بتاعته اللي بيقول لهم عايزكوا هناك، وبيبدأ فعلا يكون هناك علشان يجهز الامر كله ويفرض حماية على البيت علشان يطمن. نور بتنزل عند زيد وبتقول له ان هما ماشيين، وبيعرف على طول ان مدام نجوى هي اللي طلبت منهم ان هما يمشوا. وبيقول لها طبعا اللي عملت كده امي. نور بتسكت وزيد بيقول لها على العموم تمام. لكن زيد بيكون بيتفرج على البيوت الجديدة علشان هيشتري بيت يعيش فيه هو ونور. وبيقول لها النهارده هنتقابل وهنتكلم. نور متضايقة جدا وزيد بيروح على طول لأم اللي بيقول لها أمي عايز أعرف أنت بتعملي إيه بالظبط. وبتقول له ابني ده الأفضل للجميع. اللي بيقول لها إزاي، وبتقول له زي ما بقول لك كده. لكن زيد بيقول لها أمي في حاجة أنا كنت عايز أتكلم معاكي فيها وأتكلم كمان مع أبويا.
بما ان انت فتحت الكلام اللي بتقول له ايه وبيقول لها انا قررت ان ننفصل انا وتالا. نجوى بتقول له ايه وبيقول لها ايوه ده اخر قرار عندي. لكن نجوى بتقول له ارجوك ما تتكلمش مع ابوك دلوقتي في اي شيء، انت عارف ان باباك دلوقتي حالته النفسية صعبة جدا من ساعة ما حصل موضوع الطقوس وان انت دخلت المستشفى، علشان كده اجل الموضوع ده معاه. وهنا زيد بيقول لها تمام، وبيقول لها على العموم انا حبيت اخبرك بالامر كله. نور بتطلع على طول وبتروح على البيت وبيكون موجود معاها تيم اللي بيستقبل الرجالة بتاعته وبيوزعهم كويس جدا. لكن هنا زيد بيتصل بتالا اللي بيقول لها انا عايزك في موضوع مهم. تالا بتسأله ايه هو وبيقول لها بعد ما اخلص شغل هعدي عليك علشان نتكلم. نجوى بتروح على طول عند تالا وبتقول لها على فكرة زيد هيتكلم معاكي النهارده والموضوع ده انا ماليش علاقة بيه. اللي بتقول لها ايه وبتقول لها زيد هيطلقك. وهنا نجوى وهنا تالا بتتضايق جدا وبتتصل بأمها وبتقول لها إن زيد هيطلقني. وعلى طول فعلا زيد بيقول لها بعد ما أخلص شغل هعدي عليك علشان نقعد ونتكلم براحتنا. لكن تالا مش عارفة تعمل إيه. وهنا نوال بتقول لها بنتي ما تحاوليش إن أنت ترفضي أو إن أنت تصوري على زيد، حاولي إن أنت تاخدي الأمور كلها ببساطة علشان ده هيأثر جدا على زيد. تايم بيطلب من نور ان هم يخرجوا علشان يشتروا حاجات، وفعلا بيروحوا يشتروا كتب وفيلم. وهنا تايم بيطلب من نور ان هم يقعدوا ويشربوا حاجة هما الاتنين، ونور بتكون مبسوطة جدا برفقة تايم. نجوى بتنادي اياد وكل اللي موجودين في البيت وبتقول لهم ان زيد هيطلق تالا ولازم كلنا نكون موجود معاه دلوقتي ونسنده. لكن اياد بيقول لها انا لا يمكن اسمح له ان هو يخرب بيته بايده. ونجوى بتقول له ابني انا بنادلكوا وبتكلم معاكوا علشان كلنا نقف معاه. زياد بيكون موجود في الشركة وبيتصل برولا علشان وحشاه جدا وعلشان يقعد معاها هو كمان. وبيقول لها ان هو اتعود ان هو يشوفها كل يوم وبيقدم لها طوق هدية. لكن رندا بتكون موجودة في البيت وبتستعد وبتجهز الملابس بتاعته وبتديها للجميلة علشان تبعتها الدراي كلين. وهنا بتتفاجئ ان الملابس دي فيها خاتم. ولما بتفتح العلبة بتقول لها انا عرفت اياد جايب العلبة دي ليه، علشان بكرة عيد جوازنا. لكن بتتفاجئ كمان بحجز المطعم اللي بيأكدوا عليها. وهنا رندا بتاخد العنوان على طول وبتكون معتقدة ان اياد هو اللي بيجهز المفاجأة علشان ما يعرفش رندا ابدا عليها. زيد بيخرج مع تالا وبيقول لها ان في الفترة الاخيرة حياتهم كلها مش مستقيمة. لكن تالا هنا بتقول له زيد انا ما اقدرش اعيش من غيرك وفاهمة كل اللي انت هتقوله. انا عندي ادخل النار ولا اني اشوف يوم من غيرك. بس على العموم خلينا نكون اصحاب ورفقات. وزيد بيقول انا ما كنتش متوقع ان المقابلة هتمشي بالطريقة دي وانك هتتفهمي للطريقة دي. وهنا زيد على طول بياخد قرار ان هو يرجع على البيت ويلم الشنطة بتاعته. تالا بتقول له خليني انا امشي، لكن زيد بيقول لها لا. وهنا بتقول له يا ريت تاخد بالك من الصحافة لان الصحافة هتشوشر عليا. لكن زيد بيقول لها انا عمري ما هسمح لهم ان هم يعملوا حاجة زي كده. وبيسيب الدبلة بتاعته على طول. وهنا بيقابله بهاء اللي بيقول له ابني عنده مشكلة. لكن زيد بيقول له بالعكس انا النهارده اكتر يوم مرتاح فيه، انا رايح عند طارق واخدت كام غرض معايا لان انا عارف ان قعدتنا بتطول جدا. تابعوا معنا الاحداث اللي جايه باشتراك في القناه ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.